هذا الحديث وما جاء فيه من الألفاظ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة، يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم وفي هلال الفطر. فالحديث دل على أن هذا شامل لهلال الفطر، أي هلال شوال وهلال رمضان، فإن الصوم والفطر كلاهما ذكرا جميعا في هذا الحديث في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم ليس هذا مقتصرا في حال ما إذا حصل ذلك في هلال رمضان، بل كذلك في هلال شوال، لأن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده، ولأنه لو اختلف حكم الهلالين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكم الهلالين في ذلك واحد، هلال رمضان وهلال شوال، فيجب حمله على الصورتين جميعا. وأما حمله على هلال رمضان دون هلال شوال فمخالف لما دل عليه الحديث، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله.